أهلا بكم. النهاردة رحلتنا هتكون في قلب مصر القديمة، بس يمكن من زاوية مختلفة شوية. أهلا بيك. بدل ما نتكلم عن الأهرامات بس أو كنوز توت عنخ آمون، هنغوص أكتر في العلم اللي بيدرس كل ده، علم المصريات. يعني إيه هو وإزاي بدأ؟ تمام؟ هو ببساطة علم المصريات ده الدراسة الأكاديمية، الدراسة العلمية لحضارة مصر القديمة. من إمتى لإمتى تقريباً؟ يعني من قبل عصر الأسر، من البدايات الأولى لحد نهاية الحكم الروماني في مصر، فترة طويلة جداً. والحلو فيه إنه مش علم واحد، هو أشبه يعني بالمظلة كبيرة بتضم تحتها فروع كتير. زي إيه؟ علم الآثار طبعاً، والتاريخ، ودراسة اللغات القديمة، وحتى الأنثروبولوجيا، يعني دراسة الإنسان نفسه في المجتمع ده، كله عشان نفهم الصورة كاملة. طيب لو هنتكلم عن البداية، في لحظة كده تعتبر مفصلية صح؟ أكيد. أقصد اكتشاف حجر رشيد سنة 1799 اللي لقاه عسكري فرنسي، يعني بالصدفة تقريباً. بالظبط، كانت صدفة فعلاً وقت الحملة الفرنسية. والأهم بقى يمكن إن بعد حوالي 23 سنة في 1822 العالم الفرنسي شامبليون عمل الإنجاز الكبير. إنجاز فك رموز الهيروغليفية نفسها. أيوة، باستخدام الحجر ده تحديداً، كأنه مفتاح سحري فتح لنا تاريخ كان مقفول عليه آلاف السنين. دي فعلاً كانت اللحظة الحاسمة، النقلة النوعية. قبل كده، قبل شامبليون وحجر رشيد، كان في افتتان كبير بمصر وآثارها الضخمة الغامضة. بس مجرد انبهار وإعجاب، وأحياناً خرافات وتخمينات. الفهم كان سطحي جداً، محدش كان قادر يقرأ اللي مكتوب. تمام. لما شامبليون نجح، بقى ممكن نسمع صوت المصريين القدماء نفسهم، نقرأ أفكارهم، قوانينهم، أدبهم. هنا بقى الموضوع اختلف تماماً. إزاي اختلف؟ اتحول من مجرد هواية جمع تحف وآثار مبهرة أو انبهار بالغموض لدراسة علمية حقيقية، لها منهج، لها أصول، لها قواعد. يعني نقدر نقول إن الآثار دي بطلت تكون مجرد كنوز صماء وبقت بتحكي قصص؟ بالظبط، دي أحسن طريقة نوصفها بيها. وبدأ الاهتمام العلمي ده وقتها لأسباب مختلفة ومتداخلة. زي إيه؟ أولاً، كان في فضول أوروبي كبير جداً تجاه الشرق ومصر بالتحديد، آثارها كانت شيء مبهر ومختلف. أكيد. ثانياً، كان في رغبة في فهم جذور الحضارة الهمسانية، ومصر كانت لاعب أساسي في ده، من أوائل الأماكن اللي عرفت الكتابة، الدولة المنظمة، القانون. يعني فهم مصر كان جزء من فهم بداية التاريخ البشري المنظم. تماماً. والسبب الثالث هو إن فك اللغة ده نفسه فتح الباب لكم هائل من المعلومات، نصوص بالآلاف محتاجة تدرس وتتفهم وتتحلل. زي ما يكون صندوق كنز اتفتح فجأة. بالظبط كده. تخيلي إننا قدرنا لأول مرة نسمع صوت الناس دي بعد ما كانوا صامتين لآلاف السنين. ده في حد ذاته كان دافع قوي للدراسة. وده يوصلنا لنقطة مهمة ذكرتيها في الأول، إن علم المصريات ده واسع قوي، مش بس تاريخ ملوك وحروب. فعلا، هو بيغطي مجالات كتير جدا. اللغة الهيروغليفية نفسها وتطورها عبر العصور دي قصة لوحدها. أكيد. وعندك علم الآثار، الحفر والتنقيب والترميم للمعابد والمقابر والأدوات. والدين كمان، ده عالم معقد جدا. طبعا فهم المعتقدات والأساطير والآلهة والنصوص الدينية زي كتاب الموتى، اللي هو مجموعة تعاويذ ونصوص لمساعدة المتوفى في رحلته للعالم الآخر. والفن، التماثيل والنقوش والرسومات. أكيد. تحليل الأسلوب والتطور والمعاني وراء الفن ده. وحتى العلوم، الطب عند قدماء المصريين، الفلك، الهندسة المعمارية المذهلة اللي بنشوفها في الأهرامات والمعابد بدقتها العجيبة. ده صحيح. طيب مين هم أبرز الناس اللي اشتغلوا في المجال ده؟ طبعا في رواد أوروبيين كتير زي شامبليون وغيره، بس مهم كمان نذكر إن العلم ده تطور على إيد مصريين كمان. زي مين؟ زي أحمد كمال باشا، اللي يعتبر أول عالم مصريات مصري متخصص أكاديمياً. وده كان مهم لأنه أضاف البعد الوطني لدراسة تاريخ البلد. إن المصريين يدرسوا تاريخهم بنفسهم. بالظبط. ووصولاً طبعاً لعلماء معاصرين مشهورين زي الدكتور زي حواس، اللي ليه دور كبير في نشر الاكتشافات الحديثة للعالم كله. طيب كل ده جميل ومثير للاهتمام، بس
هل ليه علاقة بينا النهاردة؟ يعني ليه مهم إننا نعرف كل ده عن حضارة من آلاف السنين؟ أكيد دي علاقة، هو مش مجرد معلومات تاريخية عن الماضي وخلاص. لما بندرس علم المصريات إحنا بنفهم جزء أساسي من جذور الحضارة الإنسانية بشكل عام. إزاي؟ بنشوف إزاي البشر زمان فكروا، إزاي واجهوا تحديات وجودية زي الحياة والموت، إزاي نظموا مجتمعاتهم، إزاي أبدعوا. كأننا بنجمع قطرة بازل قديمة عشان نركب صورة الماضي. وفهم الماضي ده بيساعدنا نفهم نفسنا دلوقتي؟ بالظبط، بيساعدنا نفهم حاضرنا ويمكن نستشرف مستقبلنا كمان. بنشوف نموذج مبكر جدا للإبداع البشري والتنظيم الاجتماعي والتطور الفكري. يعني لو هنلخص الفكرة كلها ممكن نقول إن علم المصريات ده هو الأداة أو العدسة اللي بنقدر نشوف بيها ونفهم واحدة من أهم الحضارات اللي أسست للعالم اللي نعرفه؟ تماما. الموضوع مش بس فك رموز حجر قديم، دي قراءة لقصة نجاش وإنجاز إنساني استمر آلاف السنين. فعلا، وده يمكن يخلينا نفكر في سؤال أخير كده. اتفضل. لو حجر واحد، حجر رشيد، كان هو المفتاح اللي كشف كل ده وفتح لنا الباب لفهم لغة وحضارة شبه كامل، يا ترى لسه في كم مفتاح زيه مستخبي؟ سؤال مهم فعلا. كم مفتاح تاني يمكن مدفون تحت الرمل أو موجود في وثيقة محدش لسه ربطتها ببعضها صح؟ مفاتيح ممكن تكشف لنا أسرار أكتر عن المصريين القدماء، أو يمكن عن علاقتهم بحضارات تانية، أو حتى عن حضارات لسه منعرفش عنها معلومة كافية. الرحلة غالبا لسه ما خلصتش. ده بيخلي الواحد يفطر. شكرا جزيلا على النقاش الممتع ده. الشكر لي.